هعمل معاكم اسرع خيار مخلل في 24 ساعه، بيكون جاهز معايا وبناكله جنب اي اكل، والاخر واحده احنا بناكلها بتكون مقرمشه. معايا بقى بوله بس تكون غويطه، وهنزل بقى بمعلقتين من الملح، اهم حاجه يكونوا معلقتين مليانين كبار، والملح العادي بتاعنا الناعم. وهنزل كمان بنص معلقه من الكركم، بيدي الخيار لون تحفه، نص معلقه مش كتير. ومعايا كمان نص كوبايه من الخل الابيض، ومعايا كمان 4 فصوص ثوم ههرسهم كويس جدا وانزلهم على الخليط. ومعايا كمان معلقه كبيره من السكر، دي بقى بتبقى ماده حافظه للخيار. بقلب بقى الخليط ده كويس جدا مع بعض كده. اهم حاجه اقلبهم كويس قبل ما اضيف الميه، عشان انا مش عايزه اقلل درجه حرارتها، انا عايزاها تحتفظ بدرجه حرارتها وانها ما تبردش معايا بسرعه. بعد ما قلبته كويس بقى هضيف بقى 4 كوبايات ميه بتغلي، اهم حاجه تكون بتغلي، وهضيفهم بقى بالشكل ده كده. وهي تقليبه بسيطه خالص كده، بس اهم حاجه ان انا اتاكد ان كل الخليط اندمج مع بعض. وبعد كده بقى بضيف الخيار بقى معايا بعد ما غسلته كويس، هضيفه من غير ما اقطعه، من غير ما افتحه فتحات ولا اي حاجه، بنفس شكله كده. بضيف بقى كل الكميه، وبعد كده بجيب اي حاجه تكون تقيله شويه عشان اتاكد ان الخيار كل الميه مغطيه من كل اتجاه، وبدوس عليه كده شويه. وبعد كده بجيب غطا بغطي بقى الطبق كله على بعضه، عشان ما اخليش البخار يخرج بسرعه وما ياخدش السوا بتاعه الطبيعي. بسيبه بقى لمده ساعه او ساعتين، مش اكتر من كده، بس اهم حاجه تكون الميه بردت تماما. معايا بقى بطرمانات بلاستيك او ازاز، اهم حاجه تكون مغسوله ومتنشفه كويس جدا. بضيف بقى الخيار، بس طبعا لو بطرمانات ازاز بتبقى صحيه اكتر، بس هنا مادام الميه بردت تماما فمفيش مشكله خالص مع البطرمانات البلاستيك. ضفت الخيار بقى كله والكميه بتاعتي كلها، هنزل بقى بالميه بتاعته، واهم حاجه تكون مغطياه، وهقفل عليه بقى كويس بغطا كده محكم، وهدخله التلاجة لغايه تاني يوم. هوعدكم بقى ان انتوا تاكلوا من البطرمان ده احلى خيار مخلل، وكمان لاخر واحده في البطرمان تكون مقرمشه، بس اهم حاجه ما يخرجش بره التلاجة غير على الاكل، وبعد كده يتشيل تاني في التلاجة. كده هتضمنوا ان مفيش ولا خيار تطرى معاكم، وكمان كفايه نظافته في البيت وطعمه الخطير. جربوا الطريقه دي وقولوا لي ايه رايكم، وبالف هنا. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.